اكو موضوع كلش مهم نريد نسولف به ما دام احنا بايام الاعياد ومر علينا عيد الاضحى المبارك. الشباب اللي يرقصون بالزوراء او في اي منطقه بها ترفيه، باي مكان به ترفيه. الناس يسموهم المان ويسموهم ايرلنديين. يا اخي عندكم وياهم موضوع جدي هسه، مو دا احشش حتى ادخل غير دخله، لا موضوع واضح. شاب جاي لابس لبس عاجبه، صابغ شعره بالطريقه اللي عاجبته، ودير يرقص ويتونس. وين المشكله الموضوع؟ هذه ظاهره موجوده بكل العالم، تروح باوروبا، تروح بامريكا، باي مكان راح تلقى شباب يتجمعون بيناتهم مناسبه بدون مناسبه ويرقصون. ذول الشباب في بعض الاحيان لما واحد من عندهم يروح يصير ويا داعش او يصير بالميليشيات، راح تجي تقول لك شبابنا خربوا، شوف شلون ذولا ما حد لقاهم يحتويهم. هو يريد يفرح، يريد يتونس، ما مأثر عليك بشيء. اذا انت ضايقك، ضايق عائلتك، اكو شرطه تروح تقول للشرطه هذا ضايقني يسحلوه. اذا انت شايفه بهالمكان هذا هو متجمع ويا اصدقائك وبمناسبه يرقصون حلو بطريقه حلوه، يعني اذا هم قاعدين هنا يرقصون ابتعد عنهم، روح بمكان ثاني. اذا تشوف انه الموضوع هذا مأثر عليك روح لمكان ثاني. يا اخي هذه الاتهامات اللا اخلاقيه لهم بانهم مشكله اخلاقيه، لا هو ما مأثر عليك، هو دا يرقص، هو صابغ شعره، تلقيه هذا سنه كامله هو يشتغل عماله مثلا وهاي الخمس ست ايام اللي مرت عليه هو جاد يريد يتونس. ما دام ما مأثر عليك فانت ما عندك اي حق عليه. يا هيلدا اسهل يا هيلدا ويا ذا الفرح يا ناس، يا هيلدا اسهل يا هيلدا اسهل يا هيلدا ويا ذا الفرح يا ناس، يا هيلدا اسهل يا هيلدا يا ذا الفرح يا ناس، يا هيلدا بعد مرة اسهل يا هيلدا اسهل يا هيلدا ويا ذا الفرح يا ناس، ويا ذا الفرح يا ناس، يا هيلدا ويا ذا الفرح يا ناس. الميت ايش مدري باليمشي جنات، والله صحيح الميت ايش مدري باليمشي جنات، وحقها هاي الروح بس ويا العلاج. يا هيلدا يا هيلدا يا ذا الفرح يا ناس، شالته 9 شهور شالها مرة مدار، شالها من الباب طلعها برا. بس اقدم الفقره ونرجع نرقص براحتنا. ترى بقول لك شغله، كل بالكواليس عاجبهم يرقصون. اوكي فتفضلوا تفضلوا.